سيزلارد هنا بقى قال الموضوع كده مش هينفع يفضل ما بيني وما بين فيرمي، لازم نوصل الفكره دي لحد كبير، حد فاهم، حد عنده سلطه ويعرف يتصرف. لكن المشكله سيزلارد مش معروف في العالم السياسي، مفيش له اسم يوصل الرساله لقياده امريكا. والمفاجاه ان الحل كان قدامه البرت اينشتاين. اينشتاين وقتها كان اشهر عالم في العالم، رمز للعبقريه وصوته مسموع مش بس عند العلماء، لا ده كمان عند السياسيين. وفعلا في صيف 1939 سيزلارد رتب مقابله، والمشهد هنا كان مؤثر جدا يا صديقي. سيزلارد بيشرح بخوف ان المانيا ممكن تعمل مفاعل نووي وتحول الفكره لقنبله، واينشتاين بيسمع وبيتامل وفي الاخر يقول له معاك حق، ويمسك القلم ويوقع على الرساله التاريخيه الموجهه لرئيس امريكا وقتها روزفلت. الرساله دي يا صديقي كانت بدايه الطريق لمشروع ضخم جدا، مشروع مانهاتن. لكن خد بالك سيزلارد كتب فيها جمله ذكيه جدا، الموضوع مش بس سلاح، ده ممكن يبقى كمان مصدر طاقه رهيب للمستقبل. بس كالعاده السياسه ليها حسابات مختلفه. اول ما الحكومه الامريكيه شافت كلمه سلاح قالوا بس هو ده اللي احنا عاوزينه، والجزء بتاع مصدر الطاقه ده اترمى في الزباله تماما. ومن اللحظه دي الفكره اللي كان صاحبها عاوز يحمي العالم بيها اتحولت تدريجيا لمشروع عسكري ضخم هيغير مصير البشريه كلها. الرساله اللي وقع عليها اينشتاين وسيزلارد راحت على مكتب روزفلت، والراجل ما خدش وقت طويل عشان يفهم خطورتها، قرر فورا احنا لازم نتحرك. ومن هنا اتولد مشروع مانهاتن، اكبر مشروع علمي عسكري في التاريخ لحد اللحظه دي.